محمود عبد السميع. وفي البدايه استاذ محمود، هستغل وجود استاذ حسين فهمي وهتكلم. ايوه طبعا، ما دي عشان في نقطه مهمه قوي لازم اربطها. حضرتك عملت معاه اكتر من عمل، والبدايه كان في مشروع المفروض يتم، كان الاستاذ حسين فهمي هيبقى مخرجه. فاستاذ محمود عايز اتكلم على النقطه دي تحديدا، وابتدي بالفيلم اللي احنا ما نعرفش تفاصيل كتير عنه، واللي ناس كتير قالت لي ان احنا افتقدنا استاذ حسين فهمي كمخرج. فحابب اعرف النقطه دي في البدايه. شيء جميل ان انا يعني الفنان السينمائي ان انا لغايه النهارده بلتقي بيه يمكن كل اسبوع اسبوعين، الاستاذ حسين فهمي. فانا سعيد بكده جدا ان احنا في لجنه ترميم الافلام، ومرتين او اكثر من مره كان رئيس شرف مهرجان جمعيه الفيلم هو اللي شرفنا ورفع قيمتنا في المهرجان. انا كانت سنه 68 واحد بيكلمني قال لي انا حسين فهمي وراجع من بعثه وخريج المعهد وهخرج فيلم وكلهم رشحوك ليا انت اللي تصوره، فهنصور الفيلم، فيلم قصير. طيب قعدنا بقى لسه هنتقابل ونحضر ونظبط ونعمل وهنعمل ميزانيه ونعمل وهنشتغل. جه قال لي انا عايز اقول لك حاجه، خلاص انا مش هخرج، انا همثل. طلبوني امثل وابقى بطل فيلم من اول مره. فطبعا خلاص فبقى ممثل. فحسين فهمي هو مخرج اصلا واصبح ممثل. فقيمه الدارس للاخراج ووعيه للاخراج ويمثل، فدي قيمه كبيره جدا تجعله من يتفهم الموضوع والمضمون اللي هو بيأديه على الشاشه بشكل اكبر واكثر. تحيه للاستاذ حسين فهمي واشكرك جدا دايما. هو انا برضو بقول يعني بشكل او باخر ان الاستاذ حسين فهمي ساهم برضو في نشر الثقافه السينمائيه في الفتره دي، من خلال وجوده في اكتر من مؤسسه ونادي سينما كان بيبقى منتشر من خلالهم في النشاط. والتعليق مع حضرتك. ده التعليق دلوقتي الندوه عن الاستاذ محمود عبد السميع، بس انا عايز اعرف قصه الفيلم ده برضه. نتكلم عن الاستاذ محمود، قصه الفيلم والتفاصيل اللي حصلت. بس نبتدي مع الاستاذ محمود. هو ده يهمنا، ان الاستاذ محمود هيتكرم هذا العام في ختام المهرجان، فده شيء يسعدنا كلنا طبعا، وهو يستحق اكتر من كده. فبس نبتدي مع محمود، مدير التصوير العظيم العزيز علينا كلنا.